السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطاير التفاح بالقرفة بطريقة ومكونات بسيطة وسهلة جدا، والعجينة بتاعته طالعة في منتهى الجمال. من اجمل انواع الفطاير اللي انت هتعمليها لولادك، بجد هيعشقوها ومش هتبطلي تعمليها. هتنفع معاكي في الفطار، هتنفع معاكي نوع من انواع الحلويات، حاجة كده تحفة. وطريقة التشكيل بتاعتها جديدة وسهلة وبسيطة. يلا كده نسمي الله ونشوف الطريقة والمكونات بتاعتي عبارة عن ايه. بس قبل اي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف المكونات وكمان طريقة التحضير. اول حاجة عندي كوبايتين ونص من الدقيق منخولين، ونص كوباية من السمنة، وعلبة زبادي، وعندي عدد واحدة بس من البيضة، وعندي 5 معالق كبار سكر، وعندي معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكيس من الفانيليا، وعندي 3 تفاحات. تعالي بقى اول خطوة في الفطاير بتاعتي، هبتدي ان انا ابس الدقيق مع السمنة. تمام. هتحطي الدقيق وعليه السمنة وهتبدأي ان انتي تفركيه كده في ايديكي لغاية الدقيق بتاعك ما يتشرب من نص كوباية السمنة بتاعتك. بصي بين ايديكي كده تفركيه، بيبقى الخطوة دي بتخلي العجينة تبقى ناعمة كده وحلوة. تعالي بقى بعد كده انزلي بالبيضة وانزلي بعلبة الزبادي. انا الاول نزلت بمعلقتين زبادي بس، هي العجينة احتاجت معايا العلبة كاملة. وكل المكونات والمقادير احنا بسيبها لك في صندوق الوصف، لو حبيتي ترجعي لها هتبقى موجودة كلها قدامك. طبعا بعد كده هتنزلي بقى ب5 معالق السكر ومعلقة البيكنج باودر وكمان كيس الفانيليا. بصي انا حسيت ان العجينة لسه محتاجة سوائل، فروحت منزله لها بقيت علبة الزبادي. بصي انا بعجنها معاكي وقدامك واحده واحده عشان تعرفي خطوات العجينه بتبقى عامله ازاي. تمام. بصي انا العجينه لقيتها يابسه معايا، يعني ناشفه شويه. زودت لها بس معلقه واحده من اللبن. خلاص. يبقى انا كده العجينه بتاعتي اخدت كوبايه الزبادي ومعلقه واحده من اللبن. طبعا كل دقيق بيختلف نوعه عن التاني. ممكن ما تحتاجيش كوبايه معلقه اللبن. العجينه تبقى معاكي طريه، اهم حاجه العجينه زي ما بتشوفيها كده تبقى معاكي طريه وسهله في التشكيل. تمام كده انا خلصت العجينه، هسيبها بقى 10 دقايق لغايه ما اخلص التفاح بتاعي. طبعا التفاح بتاعي قشرته وقطعته كده مكعبات، وهحتاج له لمعلقه واحده من الزبده، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقه صغيره من القرفه. الخلطة دي او السكر مع القرفة مع التفاح والزبدة بيدي طعم وريحة حلوة قوي للتفاح. طبعا رفعته على نار متوسطة كده بالتقليب المستمر فيه لغاية ما التفاح بتاعك يبتدي ان هو ايه، يدبل معاكي. خلاص. يعني مش هياخد معاكي على النار 15 دقايق وهيكون جاهز. طبعا هسيبه بقى لغايه ما يبرد، لغايه ما اعمل ايه، افرد العجينه بتاعتي. هتجيبي بقى المفرش بتاعك، هترشي عليكي رشه كده من الدقيق من تحت ورشه عليها من فوق، وهتبداي تفردي العجينه بتاعتك مستطيل كبير. بصي العجينه بتتفرد معايا بكل سهوله، بجد العجينه دي في منتهى الجمال. يعني عارفه عامله زي عجينه الطرط كده. طبعا كلها ايام ان شاء الله كده، ونبتدي بقى ندخل في سنة جديدة، ربنا يجعلها سنة كده مليانة بالخير والسعادة والهنا عليكم وعلينا وعلى أمة محمد اجمعين. فبحاول ان احنا ندي افكار كده لبعض في حبة حلويات كده بسيطة وسهلة وعلى قد ايدينا، وفي امكانياتنا ان احنا نعملها كده في راس السنة. انا عملت معاكم كذا، يعني كذا حاجة حلوة ونزلتها. عملت التشيز كيك وعملت كذا حاجة على الصفحة. يعني ممكن كده تاخدي حتى حاجة منهم كده تعمليها لأولادك وتفرحيهم بيها في راس السنة. بصي انا طبعا فردت بقى ايه العجينه بتاعتي قدامي مستطيل كبير، وابتديت ان انا اسويه، وبقيه العجينه اللي انا بشيلها دي انا بجمعها وهعملها تاني. خلاص. يعني العجينه مش هتترمى. تعالي بقى بعد ما تفردي العجينه قطعيها كده مستطيلات صغيره، وعلى اول نص المستطيل اللي فوق، يعني حاولي المستطيل الواحد تقسميه كده اتنين بعينيكي كده بالنظر. تقطعي كده تعملي فتحات كده على النص الاولاني من المستطيل، عشان انا هحط الحشو على النص اللي تحت وهروح قافله الاتنين على بعض. تمام بعينيكي كده بالنظر. هتجيبي الحشوه بتاعتك بقى، طبعا بردت عبال ما عملنا العجينه وشكلناها. كانت طبعا بردت. تمام.
هتبدأي بقى تحطي معلقة كده كبيرة في كل مستطيل، وهتبدأي بقى تقفلي العجينة على بعض. طبعا الشكل موضح كمان اكتر من الكلام. بصي انا خطوة خطوة معاكي كده عشان ايه تبقى الخطوات واضحة قدامك. ده كده منظر الفطاير بتاعتي. تعالي بقى هاتي الطرف اللي مفتوح ده، اقفليه على النص التاني، وقفليها من الجناب حلو، وبعد كده سويها بقطاعة البيتزا. القطاعة دي هتسويها لك اول حاجة، وتاني حاجة هتخليها تبقى ايه يعني لحمة في بعضها، الاطراف تبقى لحمة في بعضها. بصي بالشكل ده. مش عايزة اقولك ريحة الفطاير وهي في الفرن بجد اقسم بالله حاجة كده في منتهى الجمال. والله 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 وحياة عيالي عندي، انا عملت الفطاير دي مرتين، يعني دي تاني مرة اعمل فيها الفطاير دي، من جمالها بجد عملتها مرتين. جربيها وان شاء الله واثقة ومتأكدة هتعجبك قوي قوي قوي. الفطاير دي عاملة زي الفطاير بتاعت ماكدونالدز اللي هي فطيرة التفاح، بس دي يعني ايه بطريقة مبسطة شوية، والعجينة بتاعتها طالعة تحفة. طبعا بعد ما خلصت بقى الكمية بتاعتي وقفلتها وظبطتها، هتحطيها بقى في الصاج من غير ما تدهنيه ولا اي حاجة. العجينة بتاعتي فيها مادة دهنية كافية ومش هتلزق معاكي، وهتدخليها الفرن على درجة حرارة عالية وتتابعيها لغاية حد ما تستوي كده من تحت. هتشغلي بس الشواية تاخد اللون من فوق. بصي بقى بعد ما طلعت، وبصي الجمال بتاعها عامل ازاي، ومش قادرة اوصفلك الريحة بتاعتها تحفة. قسما بالله قلبة ريحة البيت كله. تعالي بقى هاتي بقى، ودي طبعا اختيارية بالنسبة لك، حبة سكر بودر كده على الوش بيديها شكل حلو، وبيديها كمان تسكيرة حلوة قوي. وهي حشوة التفاح مع السكر والزبدة والقرفة لوحدها كده، يعني غنية، يعني بصي تغنيكي عن أي حاجة. السكر ده بالنسبة لك كده اختياري. لو عملتيها لولادك والله العظيم ثلاثة بجد هتعجبهم قوي قوي قوي. بجد حاجة كده من أنواع الحلويات، بسيطة وسهلة بس في منتهى الجمال. جربيها وان شاء الله انا واثقه ومتاكده ان هي هتعجبك، وانا عملتها خطوه خطوه قدامك وعرفتك العجينه ازاي توصلي لها للقوام المظبوط والصح، ان انت توصليها تبقى العجينه بتاعتك كده ما بتلزقش وطريه عامله زي الملبن. تعالي بقى بصي افتحي الفطاير من جوه، بصي الجمال بتاعها، مش قادره اوصف لك الجمال والطعم بتاعها عامل ازاي. اقسم بالله في منتهى الجمال، عجينه ممتازه، حشوه روعه. بجد جربيها وانا واثقه ومتاكده ان هي هتعجبك. الطريقه سهله وبسيطه جدا، بس النتيجه بتاعتها بصي ممتازه. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى طريقتي في فطاير التفاح بالقرفه تعجبكم، واتمناكم ان شاء الله تجربوها، ونتقابل الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. سلام عليكم.